عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده بقى احنا ضيوف عند خالته، فهي بقى ايه، انا نفسي في حمام كداب فهي بتعمله لنا. فده ايه بقى، هي مجهزه الرز، ده رز حشو عادي، رز ومعمول بالبهارات ومسوياه على النار تسويه كامله. ودي الفراخ هي جايباها جاهزه من عند الراجل بتاع الفراخ. بنقول له ان احنا عايزينها حمام كداب يعني. ومتبلاها ببصل وبهارات عاديه، صح؟ اهي بصوا بقى خالته بقى بتعملها لنا اهي. خالتي بقى يا جماعه شيف، فهي بقى ايه، احلى واحده تعمل الحاجات دي. انا ما بعرفش اعمله. بصوا، يا سلام يا سلام. هو ما فيهوش عظم خالص بقى، هو الراجل بيبقى مجهزه على انه شايل منه العظم كله. يا سلام يا سلام. بصوا بعد ما اتحشت، ايه الحلويات دي، تسلم الايادي. بصوا بقى دي بعد ما جهزت اهي، احنا مش هنلفها خالص ولا هنغلفها باي حاجه ولا هنقفلها، علشان في الاخر خالته هتسويها في كيس حراري. هنا بقى جبنا الكيس الحراري وحطينا جواه دقيق، وهنعفره كله بالدقيق ده علشان خاطر الفراخ ما تلزقش في الكيس، وفي نفس الوقت تدينا نتيجه كويسه جدا في التسويه. بعد كده بقى هنفضي الدقيق اللي اتبقى في الكيس الحراري ده كله، مش محتاجينه في حاجة. وبعدين خالته قطعت جزر وبصل، هتعملهم زي بوكيه جرنيه كده، هتحطهم في الكيس الحراري بالشكل ده، وتفردهم كده جوه الكيس. بيدوا نكهة حلوة قوي للفراخ، ومش هنحتاج نتبلها ولا اي حاجة، هي متبلة. هنا بقى هنحط الفراخ على الناحية اللي هي احنا قافلين بيها، وهنرص الفراخ كده بالشكل ده، ونجيب واحدة تانية نحطها، بس هنحطها عكس اللي احنا حطيناها علشان كلهم يستووا، ياخدوا التسوية المظبوطة. وهنرص بقية الفراخ كلها في الكيس الحراري. بصوا احنا كده هنقفل خلاص الكيس الحراري بالقفل اللي بيبقى موجود معاه. القفل ده بيبقى جاي مع الكيس يعني. هنقفله كويس جدا بالشكل ده. بعد كده هنجيب صينية هنحط فيها الفراخ بتاعتنا، وهنعمل حاجة مهمة جدا قبل ما ندخلها الفرن. دي تركة مهمة قوي، ان احنا هنفتح بالسكينة 3 فتحات في الكيس، علشان الفراخ تاخد وش من فوق، وتبقى متحمرة من فوق وشكلها حلو كده. الفراخ بتاعتنا جاهزة ان هي تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 40 دقيقة او 35 دقيقة. وده بقى ايه، محشي الكوسة بتاع خالته. سلام. بصوا، بصوا الحلاوة. ده بقى محشي الفلفل بتاعنا. محشي الفلفل الأحمر ده يا جماعة بيبقى طعمه خطير، بيروح بيك كده في حتة تانية خالص. وده بقى الكرنب، معشوق الجماهير. بصوا بقى، مش عايزة اقول لكم الريحة تحفة. ورقة الزبدة دي بقى علشان خاطر كل الورق اللي محطوط في الحلة يبقى ياخد نفس التسوية. خالته بقى حطت ورق الزبدة ليه؟ علشان خاطر الكرنب لسه طالع جديد، فلسه ورقه مش كتير، فبدل ما تحط ورقة كرنب حطت مكانها ورقة زبدة. ودي بقى الفراخ بتاعتنا جوه الفرن اهي. ايه ده، هو الكيس عمال ينفش ينفش، ايه الكيس عمال ينفش ليه كده؟ شايفين؟ بصوا، عايشة حياتها جوه. اقفل يا باشا. يا سلام يا سلام على محشي الكوسة. وهنا قد جاءت اللحظة الحاسمة. فلفل، إنه محشي الفلفل.
ايوه يا سلام على الطبق ده وجماله. اهو الطبق ده لوحده ما بينزلش كده في المعدة زي الاكل العادي، ده بينزل في القلب كده على طول. مش عايزة اقول لكم الريحة جميلة قد ايه، والاكل شكله مغري بجد. الاكل كله كان تحفة. بصوا الجمال بقى والحلاوة، الاكل شكله يجوع اصلا لوحده. خش عليا بقى بالحلويات. اشيل ايه تاني؟ الحمام الكداب اهو طلع من الفرن. مم. نار. حسبي بس. الله الله، شكله مغري قوي والله، شكله فعلا مغري. بصوا بقى، انا بحاول ايه اصور لكم الجمال والحلاوه دي ايه من قريب. الريحه طبعا انا مش هتكلم عن الريحه، طبعا الريحه فظيعه.